السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي كده بطريقة بسيطة جدا. أهم حاجة لنجاح الزبادي 3 خطوات: حرارة اللبن، تاني حاجة الزبدية المستعملة، تالت حاجة درجة حرارة المية اللي احنا هنحط فيها الزبادي. هتطلع الزبادي أحلى من بره مليون مرة. ندخل بقى على الطريقة ونقول بسم الله. بس قبل ما ندخل على الطريقة ما انساش أشكر أصحابي وأصحاب الكومنتات اللي بتدعمني وبتقولي كلمة حلوة. هقول لكم ربنا يكرمكم يا رب ويجازيكم كل خير، وربنا يكبر بخاطر كل واحد ويحقق كل اللي نفسكم فيه. اول حاجة هنا معايا 2 لتر من اللبن. اللبن ده جاموسي على بقري. انا بستعمل خليط ما بين ده وما ده، ما بستعملش البقري لوحده ولا الجاموسي لوحده. انت عايزة تستعملي الجاموسي لوحده تمام، ما فيش مشكلة. انا الزبدية اللي انا هستعملها دي، الزبدية دي كانت عاملها قبل كده. ممكن تستخدمي الزبادي من قلب بتاعة المصانع او الزبدية البلدي اللي بتتباع في قلب المحلات.